السلام عليكم. كنت نزلت استبيان عن تتصرفي ازاي لو سمعتي حد اتكلم عنك بسوء. الحقيقة كنت منزلة اختيارات من ضمنهم، يعني عشان اختصر الكلام، اكبر دماغي. ليه اكبر دماغي؟ مش هنقف لكل واحدة على كل كلمة قالتها، يعني مش كل الناس هيجتمعوا عليكي. فالافضل ان انت تكبري دماغك وما تحطيش جواكي، عيشي وانبسطي ما تزعليش. ولو قابلتك لا، اتكلمي معاها بشكل عادي، اصل انت ليكي الظاهر. اتكلمي معاها بشكل عادي جدا لانك ليكي الظاهر، مالكيش هي قالت ايه من وراكي، وملكيش الخفايا. بل بالعكس، انت لو اتكلمتي معاها مثلا بادب وباخلاق، انت عالم يمكن ترجع تتكلم عنك تاني في نفس المجلس اللي اتكلمت عنك فيه بسوء، تتكلم عنك بشكل احسن وتقول انا ظلمتها وانا بعتذر. وده اصلا المفروض تعمله. انت كده خليتيها من نفسها تروح تصحح اللي قالته عنك من غير ما تعملي اي حاجه. بل بالعكس، انت طلعتي انت الكسبانه، وممكن تكون انت اديتيها درس في حياتها. تصرفك ان انت تتكلمي عنها في ظهرها برضو معناه انت بقيتي زيها. فيعني احنا بنعمل ايه؟ يعني انا زعلت منها عملت كده، فانا اروح اعمل انا كمان كده؟ هتقولي اواجهها، ممكن تواجهيها بس وتعرفيها غلطها كمان. الاحسن ان انت تجاهلي الموضوع، لان انت لو عملتي الموضوع اهتمام انت كده كبرتي الموضوع خالص، في حين ان يعني هي لو كانت جريئه كانت قالت قدامك. فلا، انا طبعا دي من وجهه نظري، انا كبير الدماغ، معامله بالحسنى، لعلها تحبك وتروح تصحح الكلام اللي قالته عنك في نفس المجلس اللي ذكرتك فيه بسوء. ما نعملش نفس التصرف اللي هي عملته، لان احنا كده بنقلد او ما استفدناش حاجه. اللي هي عملته انا عملته انا كمان، فاحنا كمان بقت الرؤوس متساويه، واحنا كمان بقينا احنا الاثنين غلطانين. فبدل ما كان الحق معايا بقى كمان الحق ضدي. بس كده حبيت ان انا ابدي رايي في الموضوع ده، ويعني اتمنى النصيحه تكون عجبتك. ده برضو من باب وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. انا عارفه ان انتوا عارفين، بس زي ما قلت لكم.